شايف نفسك مميز ولا نفسك تكون زي حد معين وبتحاول تقلده؟ تعال بقى اقولك على قصة طريفة واللي القناعة فيها كنز لا يفنى. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بالاعجاب والاشتراك واللي هيفرق معانا كتير. يحكى انه كان في راجل فلاح وكان عنده حمارين، واللي في يوم من الايام قرر انه يحط على واحد منهم حمولة ملح والتاني حمولة حلل وصحون. ولما اتحرك الحمارين بالحمولة وفي نص الطريق حسوا الحمار اللي شايل الملح بتعب شديد جدا، والحمار التاني اللي شايل الحلل والصحون كان منتعش ومش حاسس بأي تعب، وده لأن كمية حمولة الملح كانت كبيرة وأتقل بكتير من حمولة الحلل والصحون. في الطريق لقى الحمارين بركة مية واللي نزل فيها الحمار اللي شايل حمولة الملح، وده من كتر التعب اللي هو كان فيه. فطبعا المية دوبت الملح، فلما طلع الحمار من البركة حس بانتعاش وبراحة شديدة. فالحمار اللي شايل الحلل والصحون اتمنى نفس الراحة اللي بقى فيها الحمار اللي شايل حمولة الملح، فعلى طول ومن غير تفكير نزل بركة المية، وده الاعتقاد منه انه هيرتاح زي الحمار اللي شايل حمولة الملح. ولما حب يطلع من البركة اتفاجئ ان ظهره انكسر لان الحلل والصحون اتملت مية. فالعبرة هنا هي انك دايما لازم تكون مقتنع بحالك وواثق من نفسك، واوعى تشوف واحد تاني ناجح ويكون نفسك تكون مكانه، وده لان ممكن يحصل لك زي ما حصل للحمار صاحب الحلل والصحون. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. خدوا بالكم من نفسكم. سلام عليكم.